اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف لي حل مع سناء سلامة. في 10 دقائق حضرت عشاء خفلف في رمشة عين كان حاضر باستا مقارونة بالصوص لأول مرة نعملها بالطريقة هذه، والنتيجة ما نحكي لكمش. مقارونة فاوحة وبنينة برشا، ودكم ونشاهيكم جربوها وما تندموش. حطيت كعبتين طماطم سيريز، تنجموا تحطوا الطماطم العادية أنا هذه الموجودة. حطيت ثوم، حطيت بصل، وحطيت ورقة رن، وحطيت فلفل حار ما نحكي لكمش موزوز، هو اللي مش يزيد الشطر في بنة المقارونة. هذه النوعية اللي متوفرة عندي حاليا، تقريبا 250 جرام من المقارونة. بالطبيعة حطوا اللي تحبوه اللي تشتروه من أنواع المقارونة. التوابل التفويح، طماطم، حطيت الطماطم السائلة وتنجموا بالطبيعة تحطوا المركزة. حطيت فلفل أحمر، تابل، كركم، فلفل أسود، وبالطبيعة الملح، وبالطبيعة الزيت. وبعد حطيت تقريبا إيتر ماء سخون وحركت المكونات الكل مع بعضها، وبعد حطيت طنجرتي على الغاز تكون النار متوسطة. تغلي طنجرتي، نعاود نخلطها مرة أخرى، نرد بالي، وإذا ناقصة ماء بالطبيعة نزيدها شوية ماء سخون ونتبعها تبع. حتى تطيب المقارونة نعدلها بالطبيعة في الملح. الحكاية الكل تقريبا 10 دقائق وتكون حاضرة على الطاولة. ريحتها فاوحة ما نحكي لكم، شو بنينة برشا. الحقيقة أنا تفاجأت بطعمها البنين، والأهم من هذا الكل ما فماش لا حموضة ولا قروصية متاع طماطم. المقارونة هذه فكرتها اللي عندي نحطه في الطنجرة هذه، متاع ناس ما تدخلش ديما الكوجينة، سبحان الله، متاع ناس تعبة مروحة من الخدمة مخر تحضرها في 10 دقائق، متاع الطلبة اللي يقراوا البرة اللي بعاد على والديهم. إن شاء الله عجبتكم الفكرة هذه، وتوقلكم بسلامة وتشاو.